السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني. النهاردة حلقة جديدة مع أحمد من قناة الدويق. عايز أقول كلمة. إن شاء الله بإذن الله إحنا دلوقتي داخلين على شهر من أشهر الحرم، وهو شهر رجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه شهر الصب الذي كان يصب فيه الأرزاق، وكان الدعاء مستجاب. وهذا الشهر الكريم الأرزاق كانت تتكاثر كثيرا، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب بإذن الله، وإياكم جميعا إن شاء الله. النهاردة يا جماعة الحلقة بتاعتنا كشري اسكندراني. طبعا كشري الاسكندراني دوت بيبقى عدس أصفر ورز، وكل ما تزودوا العدس كل ما الكشري يبقى أحلى. يعني مثلا لو كوباية رز عليها كوبايتين عدس بيبقى الكشري بيبقى عالي وبيبقى طعمه أحلى. طبعا دوت كشري اسكندراني. البطاطس طبعا اللي هي القطعة دي، ماشي. البطاطس دي بتتسلق وبعدين بتتحمر. ادي طبق الكشري، أكلة بسيطة وجميلة لكنها فيها غذاء. طبعا العدس طبعا فيه بروتين، وطبعا السلطة بصل وجرجير وفلفل أخضر، تمام، عود بقدونس، عود كزبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفلفل ما بيفهمش ده أساسي معايا. بحب الحامي. الأكلة دي كانت ناقصة حاجة بس نسينا إن هي تتعمل. بيتسلق بيض، وبعد ما بيتسلق البيض ده بيتحمر وبيتحط كده مع الأكل، بيبقى لذيذ برضه، بيبقى فيه برضه غذاء، وفي نفس الوقت بيحل الأكل أكتر. بس أنا نسيت موضوع البيض ده. البيض ده بعد ما بيتسلق بيتحمر. سلطة برضه جميلة. النهارده كنت رايح عشان اعمل ريفيو مع الناس، لكن الناس دي حصل عندهم ظروف، وكنت هعمل حلقة جامدة بس النصيب بتاع ربنا، محدش عارف الخير فيه. ان شاء الله بإذن الله هتعوض مرة تانية ان شاء الله بإذن الله، نعمل حلقة برضو كويسة تبقى جميلة. جميل جدا الكشري ده يا جماعة، والله الكشري ده فيه غذاء ما شاء الله. يعني بيبقى العدس ده فيه بروتين. طبعا البطاطس اللي هي الكبيرة اللي هي الموجودة دي تقطع بقى ترانشات كبيرة وتتسلق، وتقوموا جايين بقى اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، والزيت يقدح وتقوموا جايين منزلينها بتتحمر، تاخد وش برضو، تدي طعم جميل، تبقى جميلة. دي كانت حلقتنا من قناة الدويق. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.